معايا يا جماعة طريقة خبز بالطحينة، الوصفة الروعة ولذيذة لا يفوتكم. ما شاء الله شوفوا الجمال. أذوقها معاكم يا جماعة. بعدين من هنا يا جماعة الخير من فوق مقرمش مع هذا، ومن تحت شوفوا كيف دايب كأنه سفليه كذا، فمديه شيء خيال. الوصفة رهيبة يا جماعة، جربوه. تمام. العجين لين مع الطحينة. شوفوا اللي يحب طعم الطحين ايش اسمه؟ الطحينة يعجبه مرة مع الجوز. حطوه كمان مع البندق يا جماعة. شوفوا والله رهيب ما شاء الله. الطعم صراحة مرة حلو، حبيت. ايوه صغير في دجاج شيء. لا يا شيخ. يا ساتر بسم الله. زي ما يقول تخيل بدال الطحينة دجاج. والله هذا مرة لذيذ مع البرد كذا كمان تحسوه ثقيل، فحلاوة ما شاء الله. يعني يعطي طاقة حرارية. السلام عليكم، أهلا. بسوي معاكم فطاير بالطحينة على طريقة تركية. تمام. نقول بسم الله على بركة الله. في الغدارة نحط ملعقتين كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة، وكوب ونص موية دافية. بسم الله على بركة الله. ونخلط ربع كوب زيت، ودحين نص ملعقة كبيرة ملح. ودحين حبايبي بحط دقيق بالتدريج. تمام، بالتدريج إلى ما نحصل على قوام المطلوب. نخلط قصدي إلى ما نحصل على قوام المطلوب يا جماعة. تمام، زي كده. شوفوا حطيت كوبين، ودحين كمان بزيد زي كده. شايفين زي كده. نحط الدقيق بالتدريج. تمام، ونسوي. والحين خلاص شكلنا نبدأ ايش نستعين يدنا. بسم الله. استخدمت تقريبا 4 أكواب دقيق. تمام. وهنا عندي 30 جرام زبدة بحطه. هنا نعجن الى ما نحس خلاص الزبدة والعجين امتزج مزبوط. إذا خلاص العجينة جاهزة بدهن بالزيت، وبعدين أتركه يخمر. كذا خلاص يتخمر معنا العجين ما شاء الله تبارك الرحمن. أسوي كذا. تمام يا جماعة. بعدين بقسم العجين على وصلات. وبعدين أكور العجين واتركه يرتاح شوية. هنا عندي كوب طحينة، بحط عليه نص كوب سكر وبسكب موية بالتدريج. تمام، واخلط. بسم الله. طبعا حخلط الى ما يذوب السكر، وحخلط الى ما يذوب السكر. اذا حسيت اننا نحتاج موية نضيف شوية كده بس ونخلط. خلاص خلطته مظبوط الى ما ذاب السكر. تمام، تقريبا اخذ مني نص كوب مويه. شايفين. وهنا عندي نص كوب جوز مطحون، او ممكن تستخدموا بندق مطحون. ننزل كل الكميه ونخلط وكذا. خلاص تمام حبايبي. دحين بكبس العجين كذا شويه بس بيدي بهذا الشكل. شوفوا حبايبي دحين بنشكل العجين. تمام، انا رصيت العجين في الصينيه، فوق الصينيه حطيت ورق زبده. شوفوا عندنا العجين. شوفوا بطرف اصابعي اضغط العجين اول شيء من النص. شوفوا بهذا الشكل. تمام، شايفين بهذا الشكل اضغط النص. شوفوا صار حفره في النص، وبعدين نكبر الدائره ونحن بنضغط باصابعنا بهذا الشكل. تمام، نكبر الدائره. شايفين بهذا الشكل. واضح عليكم؟ شوفوا الاطراف متين والنص مره خفيف بهذا الشكل زي الصحن. صح واضح؟ او حبايبي شوفوا اضغط النص، بعدين كده حركوا العجين، كده حركوا العجين، كده حركوا العجين مع تكبيس مع كبس العجين قصدي، ودوروا العجين كده. شايفين
شكل شوفوا بكل سهولة يا جماعة. هنا عندي صفار بيض، أدهن أطراف العجين بصفار بيض، تمام، بهذا الشكل بس الأطراف. بعد ما دهنت الأطراف بالبيض رشيت عليه شوية سمسم، تمام، عشان الحركات يعني. هنا آخذ الخليط، تمام، وأحطه فوق العجين، أوزعه، تمام، زي كده في كل حبة عجين فوق. يا سلام. هنا رشة سكر بس عشان يذوب ويعطينا لون، رشة فقط. شوف الجمال. الحين بندخله في الفرن مسخن مسبقا، تمام، ونتركه يستوي وتوكلنا على الله. ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعة، الريحة مرة حلوة. ما شاء الله الريحة من كثر ما هي حلوة. الفرن جابوا ثلاث بجاج يا سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، حرفيا يا جماعة الريحة تجنن. أظن الوصفة ده مرة حلوة على الشتاء، باكل يدفي. شوفوا كيف حلاوة يا جماعة. أظن الفطيرة دي تسوي في الكافيهات مرة حلو، يناسب معاه. هتقولي لهم الفكرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ممتاز ممتاز. حار والله هذول الحين بدي، بس خليه يبرد فيه، اصلا مره حار ما تقدر. شوف القوام يا جماعه، ما شاء الله قوام العجين ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله صراحه مره حلوه الوصفه. شوفوا عيش روعه، عيش بالطحينه خلينا اقول، من جد يا جماعه لذيذه، جربوا. يا سلام يا سلام. شوفوا كيف كمان معودين. ما شاء الله. احس كمان مشبع مرة آخر من الفاخر.